أهلا بكم يا أصدقائي في تغطيتنا اليومية لبطولة أوروبا للفرق التي بدأت 10 نوفمبر في جمهورية الجبل الأسود مونتينيجرو، ويشترك فيها جميع أبطال أوروبا المعروفين وعلى رأسهم كارلسون. وبطولة أوروبا تلعب بالشطرنج التقليدي من 9 جولات بالنظام السويسري، 90 دقيقة لأول 40 نقلة و30 دقيقة لباقي الدور، مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة. وكل فريق يتكون من 4 لاعبين، والفريق الفائز له نقطة والتعادل بنصف نقطة. وسنغطي الجولة الأولى والدور الرائع بين النرويج وعلى رأسها كارلسون أمام سلوفينيا وعلى رأسها جيرس بوردك، الذي لم يستطع كارلسون هزيمته في الأولمبياد رغم أنه يلعب بالأبيض. ومن الطريف أن نقلات كارلسون أخذت 97.4% من الدقة، أي جميع نقلاته مثالية. ونترقب هذا الموقف الذي بدأت منه سيمفونية كارلسون الرائعة. كارلسون بالأبيض، وبدأ E4 E5 نايت F3 نايت C6 بيشوب B5 الريلوبس أو الطابق الأسباني، نايت F6 دفاع برلين اللي من الصعب التغلب عليه، طالب بيدا E4. والأبيض عادة إما يبيت ويترك البيدا أو يحميه بالE3، ولكن كارلسون لعب نقلة غير معتادة G4 طالب الE5، والأسود أخذ طالب الفيل. وبعد الأخذ الأسود يستطيع أخذ الحصان فورا، ولكن لعب أيضا نقلة غريبة C6. الأسود حاليا متخلف بقطعة لكن طالب قطعتين، وكارلسون بالطبع أنقذ فيل الريلوبز وأخذ الحصان وأخذ بالوزير، وبكده الأبيض متفوق في التعبئة وأفضل قليلا. كوين B6 طالب التكسير، وكارلسون رفضت وكمل كوين E5 تشيك وغطى بالفيل. وهنا كارلسون قام بالتبييت، والأسود بالطبع لا يستطيع التبييت لتعليق الفيل، ولذلك D6 بيسقط الوزير اللي تراجع، طالب بيدا الG7 وبيترك بيدا الE4، والأسود بيحمي بدءه بالتبييت. ودلوقتي ربما الكثيرين بيرشحوا النقلة بيشوب H6 طالب المات مع الوزير، لكن النقلة دي هتكون سيئة لأن الأسود هيكمل بالنايت H5 بيحمي البيدق وطالب الوزير اللي لا يستطيع البقاء على العمود، ولابد من التنحي. وانتهى هجوم الأبيض، ولذلك اكتفى بالنايت C3 وبيحمي البيدق. بيشوب E6 طالب تكسير فيل الريلوبز، وكارلسون أخذ، وبعد الأخذ B5. ده الموقف المرسوم في بداية الفيديو، طالب الحصان وبيدق الD6، والأسود خاف من أخذ البيدق رغم إنها نقلة جيدة، لأن بعد الأخذ طالب بيدق الE6 بتشيك، الأسود هيتركه ويلعب روك E8. وبعد الأخذ وتنحي الملك، الأسود رغم تخلفه ببيدق إلا إن قطعه نشيطة، فلديه عمود مفتوح، وأيضا الفيل يستطيع الذهاب للC5 ويضغط على بيدق الF2. لكن من يلعب متخلفا ببيدق أمام كارلسون، ولذلك تراجع بالحصان لحماية البيدق، ودي ربما المسمار الأول في خسارة الأسود، لأن الحصان في موقع سيء وبيمنع الترابط بين الرخين. فكارلسون بدأ اللعب ببراعة ودقة حتى النهاية، ونستطيع مراقبة نقلات كارلسون فلا يوجد أفضل منها. وكلمة السر هي بيدق الE6 الضعيف. هيا نرى. بدأ بكوين G4 طالب بيدق الE6 بتشيك، والأسود بيحميه بالروك F5، وأيضا طالب بيدق الE5
لكن بعد الأخذ طالب الفيل. ربما هنا أفضل نقلة هي أخذ البيدق بالحصان على أساس إزواج الرخين على العمود F، ولكن الأسود أخذ بالفيل على أساس إن الحصان هيذهب للإف 5 وهينشط مرة أخرى بتيمبو على الوزير، ولكن كارلسون لم يعطيه الفرصة بكوين سي 4. مرة أخرى طالب البيدق بتشيك، ولابد من الحماية بالحصان، وهنا جاءت النايت اي 4. طالب الفيل الغير محمي، والفيل ذهب للإف 5. طالب مع الوزير بيدق البي 2، وأيضا طالب الكوين بي 5 ويكسر الوزير النشط، لكن كارلسون رد ببراعة A4 بيمنع تكسير الوزيرين، بل وطالب ال A5، والأسود لا يستطيع أقص البيدق وإلا هياخد، وبعد الأقص هيلعب روك B1 طالب الوزير اللي لابد أن يتنحى وهيسقط بيدق البي 7، والرخ هيسيطر على الصف السابع والأبيض أفضل، ولذلك نايت دي 5. الحصان جاء في موقع هائل ومستقر، فهو محمي ببدائين، وأيضا بيهدد بالنايت بي 4، وأيضا الأسود لديه فيل قوي بيسيطر على أوتار طويلة على طوال الرقعة، وأيضا رخ مستعد لتدعيم الرخ الأخرى والضغط على الإف 2، ويبدو أن الأسود في حالة جيدة، لكن كارلسون بنقلات بسيطة أنهى كل هذه المشاكل. هيا نرى سي 3 بيمنع المربع وفي نفس الوقت بيضيق الخناق على الفيل، وطالب ال A5، ولذلك A5 بيمنع تقدم البيدق، وكارلسون كمل ببراعة G3 وبيضيق المساحة من الجناح الآخر على الفيل، وطالب النايت G5 ويضغط على البيدق المعزول، ولذلك H6 بيمنع المربع. ورغم ان النقلة دي ضرورية الا انها تاني مسمار في نعش الاسود، لان كارلسون ترك حماية البيدق ولعب بيشوب دي 2، ومرة اخرى الوزير لا يستطيع اخذ البيدق والا الروك بي 1 وهيسقط البيدق وهكذا. وربما افضل نقلة للاسود هي الروك اف 8 ويزوج الرخين على العمود F ويضغط على F2 مع الوزير، ولكن لعب روك E8 بيحمي البيدق ضعيف، لكن موقع الرخ سلبي، وده المسمار الثالث في نعش الأسود، لأن كارلسون كمل بروك E1 والرخ على العمود الموجود بيه البيدق الضعيف اللي هيكون محور الأحداث طوال الدور. ومرة أخرى الأسود لا يستطيع أخذ البيدق وإلا الروك بي 1 والباقي تم شرحه، ولذلك تراجع بالفيل ربما ليذهب للA 7 ويعمل بطارية مع الوزير، ومع الرخ هيضغط على بيدق الإف 2، ولذلك روك E 2 بيحمي البيدق ومستعد لإزواج الرخين ورفع الحصان والضغط على البيدق الضعيف. وهنا يبدو ان الاسود فقد اعصابه واخذ البيدق، مطمئن ان الرخ لن يستطيع الذهاب للبي 1 لعدم وجود الحماية، لكن ده مسمار كبير في نعش الاسود، فالابيض عقبه فورا بنقلة رائعة. يا ترى ايه هي؟ كارلسون أخذ ال H6. ربما ده تبادل لبيدق أمام بيدق، لكن عدم وجود بيدق ال H6 هيأثر كثيرا في موقف الأسود كما سنرى. على أي حال الرخ طلبه الوزير اللي ذهب لل A3 والفيل مطلوب، ولذلك تراجع طالب البيشوب C5 والوزير في المصيدة، ولذلك الأسود مضطر للتخلي عن حصانه الرائع بأخذ الفيل، وده مسمار آخر في نعش الأسود. قبل ما نكمل لازم نرى إن الحصان والفيل الأسود اختفوا من وسط الرقعة بنقلات بسيطة وسهلة
من كارلسون. ودلوقتي الأبيض بيهدد بإزواج الرخين والضغط أكتر على بيدا الإي 6، ولذلك الوزير تراجع. وهنا كارلسون تألق مرة أخرى ولعب H4 بيعمل قاعدة لوصول الحصان للجي 5 وتهديد بيدا الإي 6، والأسود لا يستطيع منعه لأن لا يوجد بيدا الاتش للتقدم للأمام، ودي كانت أهمية بيدا الاتش 6، ولذلك كوين دي 7 نايت جي 5. من هنا نستطيع تهنئة كارلسون على الفوز، فالبيدا هيسقط وهينهار الأسود، لكن ده ليس بالعمل السهل. الأسود لعب نقلة دفاعية قوية بيشوب A7، طالب الرخ وبيضغط وراه على بيدا الاف 2، والأبيض لو أخد بيدا الاي 6 هتكون نقلة سيئة، لأن بعد تصفية الموقف الأسود هيلعب روك اف 3 ضاغط مع الفيل على بيدا الاف 2 وبيشل حركة الرخ والملك، وأيضا طالب بيدا السي 3، ورغم تخلفه ببيدا إلا أن له مستقبل قوي في الدور، ولذلك الفوز ببيدا لا يصلح. وكارلسون ذهب للدي 3 طالب الوزير، والرخ تدخل بينهما وأصبح طالب الرخ بقطعتين اللي ذهب للإف 3، وأصبح الموقف في منتهى الخطورة، فالرخ هيذهب للإف 7 طالب الوزير ويسيطر على الصف السابع، وأيضا الوزير يستطيع الذهاب للإي 4 وطلب الكش والمات. وربما أفضل نقلة هي التراجع بالرخ لموقعه، ولكن جاء بالرخ الأخرى طالب التكسير، وكارلسون سعيدا قبل بالأقص، وبعد الأقص لعب كوين اي 4 طالب البيدا بقطعتين، وأيضا طالب الكوين اتش 7 والاقتراب من الملك، ولذلك الملك بيحمي البيدا. وهنا تلاعب بيه بكوين جي 6 بيضغط على البيدا وبيمنع الملك من التحرك لحماية بيدا الجي 7، ولذلك الملك تراجع، والوزير بيحمي البيدا لكن ترك البيدا الضعيف أخيرا، وكارلسون أخده سعيدا بالتشيك، والملك ذهب للسي 8، والحصان أخذ البيدا الآخر وأصبح له 3 بيادق سالكة، ويكفي أن يذهب بكش إلى الإي 8 لتكسير الوزيرين والفوز، ولذلك روك إي 5، لكن كارلسون أجبره على التسليم بكوين اف 6. وأيا كان ذهاب الرخ فالأبيض لديه 3 بيادق سالكة، ولن يستطيع الأسود منعهم من التقدم للأمام، ولذلك الأسود سلم، وكارلسون بمنتهى السهولة والبساطة ولكن بكل دقة استغل كل أخطاء الأسود البسيطة الهينة لكي يجعل منها مشكلة كبيرة، ودي سمات أبطال العالم. وإلى اللقاء مع دور آخر من جولة أخرى من بطولة أوروبا 23. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.